إياكم تخطئوا وتمارسوا هذا الخلل الذي يريده أعداءنا. هم فعلوا هذا لماذا؟ لماذا قتلوا هذا القتل الشديد؟ لماذا؟ من أجل أن يصل الناس إلى هذه النتيجة بالضبط، أن يلوموا المقاومة لأنهم جاهدوا. ما هي النتيجة لو وافقت المقاومة على هذا اللوم؟ سيكون استسلام وذل بقية الدهر. هل هذا الذي تريدوه؟ فتكونوا عونا على لهذا الكيان النجس على أمتنا. كونوا جزءا من المقاومة، لا تكونوا جزءا من الذل. بجاحة ووقاحة دولة الاحتلال تتجاوز كل الحدود، فبعد أن ألقى قادتها اللوم على حماس وحملوها مسؤولية كل ما حدث بعد 7 أكتوبر من قتل وتدمير، بل وحاولوا تحريض الشعب الفلسطيني عليها مدعين أنها من تسببت في معاناته، نفس الخطاب يكرره اليوم نتنياهو ويوجهه إلى الشعب اللبناني بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان. الإعلامي المتميز معتز مطر يرد على هذه المغالطات والتي للأسف يتبناها البعض من أبناء الشعوب العربية. نروح بقى لخطاب نتنياهو للشعب اللبناني، خطاب في غاية البجاحة، تنويعة أخرى على الخطاب اللي وجهه للشعب الإيراني أن ينقلب على حكومته. خطاب نتنياهو للشعب اللبناني بيشعل النار، بيوقد النار لحرب أهلية في لبنان زي ما عمل مع إيران بيعمل مع لبنان. طلع يقول للشعب اللبناني أنه حزين لأن لبنان أصبحت مكان يعمه الفوضى وساحة حرب. Here's a message to the people of Lebanon. Do you remember when your country was called the Pearl of the Middle East? I do. So what happened to Lebanon? A gang of tyrants and terrorists destroyed it. That's what happened. Lebanon was once known for its tolerance, for its beauty. Today, it's a place of chaos, a place of war. هذا الشيء بيمتلك كمية مهولة من البجاحة، لو وزعت على شعب لكفت وزيادة. أنا فاكرين لما كنت لؤلؤة الشرق، هو مين اللي قتل الشعب اللبناني؟ مين اللي قتل في الأسبوعين اللي فاتوا أكتر من 2000 لبناني؟ مين اللي بيهجر الناس ويضرب بيوتهم؟ الجيش بتاعك ولا المقاومة؟ وزارة الصحة اللبنانية بتتحدث عن أكتر من 2000 لبناني قتلهم المجرم وجيشه. 2000 لبناني، 2141 شهيد، 10099 جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي. حصيلة الأمس الثلاث 22 شهيد و80 جريح. يقول لك احنا ملناش علاقة، المقاومة هي السبب. احنا مش محتلين لبنان اهو بقالنا 25 سنة. مين اللي خربها؟ اسمع وهرد. Israel withdrew from Lebanon 25 years ago. But the country that actually conquered Lebanon is not Israel. It's Iran. Iran, which finances and arms Hezbollah to serve Iran's interests at Lebanon's expense. Hezbollah has turned Lebanon into a stockpile of ammunition and weapons and a forward Iranian military base. We've degraded Hezbollah's capabilities. We took out thousands of terrorists, including Nasrallah himself, and Nasrallah's replacement, and the replacement of his replacement. Today, Hezbollah is weaker than it's been for many, many years. Now you, the Lebanese people, you stand at a significant crossroads. It is your choice. You can now take back your country. You can return it to a path of peace and prosperity. دعوة للاقتتال الطائفي في لبنان. اللي بيمثل الكيان اللي دمر لبنان جاي يقول لك أصل الحزب هو السبب. موتوا بعض وبيحرض على الحرب الأهلية. طيب، للتاريخ عشان احنا شعوب لا تقرأ. اللي مش فاكر خلينا نفكر، واللي مش متذكر خلينا نذكر. مين السبب في تكوين حزب الله؟ يعني كيف نشأ حزب الله؟ الاحتلال الإسرائيلي للبنان سنة 78 لما دخلت إسرائيل جنوب لبنان ودمرته، لا كان في حزب ولا في نصر الله ولا في إيران ولا بتاع. 78 دخلت إسرائيل جنوب لبنان ودمرته حرفيا.
ورفض جيش الاحتلال يمشي 4 سنين، ووصل لحد بيروت 82. سبب تكوين وظهور حزب الله على الساحة اللبنانية هو إخراج إسرائيل من لبنان، وإيران ساعتها دعمت وجود الحزب لمحاربة إسرائيل. أنا بقول لك تحليل مصمت ملوش دعوة بأي حاجة، ملوش دعوة أنت شايف إيه أو أنا شايف إيه أو كلنا شايفين إيه، ملوش دعوة بكده خالص. الحزب ظهر نتيجة لإجرامك، زي ما الطوفان ظهر نتيجة الاحتلال والإجرام. النقطة المفصلية اللي هنا يقول لك أنت راضي على اللي بيحصل 7 أكتوبر. يا جماعة التاريخ ما بدأش يوم 7 أكتوبر. إيه اللي كان بيحصل يوم 6 أكتوبر؟ فصحينا واكتشفنا أن ذلك الكيان أبدا ما فيش منه سلام. السعودية قدمت في بدايات ذلك القرن المبادرة السعودية إن إحنا كلنا هنحميك وكلنا هنعمل اللي حكيت لك عنها وهنكون جيش يحميك وبتاع، بس امضي على دولة فلسطينية وخلينا نتعايش. مفيش حاجة حصلت. شوف انا بقول لك، مع ان لا الدولة الفلسطينية ولا اتفاقيات كل دي مطعونة ومتخرمة، لكن انا بقول لك تلك الرؤية. هل استيقظت الامة؟ لم تستيقظ الامة. استمرت ليه بقى؟ ما هي ضعفت. الكيان بيجمد، بيزداد قوة، بيزداد نفوذ، بيزداد علم، بيزداد اوراق ضغط في العالم، واحنا متشعلقين بحبل السلام الدايب لحد ما بقت اللحظة اللي هو الفارقة، انك هتدفع الثمن، لكن الثمن بقى كبير قوي لانك سبته يكبر ويتعملق ويركبك، وبدل ما كانت 3 مسامير من العرش مرتبطة بإسرائيل بقت ال4 مسامير اللي رابطة العروش العربية مرتبطة بإسرائيل، بقينا في وضع مزري. ويطلع كل واحد يطلع يتنطع زي السيسي امبارح يقول لك الحل واضح. السيسي والهام شاهين بيتفقوا في الرؤية. الحل واضح، دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية عشان نعيش في سلام. وهو كذاب وعارف إنه كذاب، وانتصار عارفة إنه كذاب، وانتوا عارفين إنه كذاب، وطول الوقت بنمد في الأمد. يا ريتنا بنكسب وقت، يا ريتنا بنكسب وقت عشان نبقى قويين ونتغير. لا ما بيحصلش. احنا بنزداد انبطاحا وهوانا وضياعا كل يوم عن التاني.